السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو بتاعنا. وفضلا منكم وليس أمرا، لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملي كده لايك حلو للفيديو شجعيني بيه. نقول بسم الله. النهارده زي ما انتوا شايفين كده الفراخ، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عمر الفراخ 26 يوم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. والوزن هنوزن مع بعض النهارده ونشوف الوزن معانا ايه على عمر 26 يوم. انا كنت مصوره معاكم الفيديو اللي فات ووزنت معاكم، تمام؟ فقلت اطلع معاكم النهارده كده ونشوف الفراخ بتاعتنا، لان بكره عايزه اقول لكم درجه الحراره هتكون عاليه جدا، فلازم نعمل احتياطاتنا كلها عند الفراخ. يعني لو عايزه تغيري الفرشه بلاش الايام الحر دي ان انت تغيري فيها الفرشه، درجة الحرارة عالية جدا من بكرة يوم السبت. فانا عملت ايه النهاردة؟ قلت نغير الفرشة كده زي ما انتوا شايفين. طيب اهم حاجة بقى في الحر ده نعمل ايه؟ يعني النهاردة حضري كده ازازة كركديه وحضري ازازة نعناع. هاتي يعني نص كوباية كركديه واغلي كده 3 كوبايات من المية، اغليهم كويس وانزلي بالمية المغلية على الكركديه، وغطي كده بغطا كويس لحد الكركديه ما يبرد معانا خالص. وبعد ما يبرد نحطه في ازازة ونحطه في باب التلاجة. ابدأي بقى ان انت تنزلي الكركديه من الصبح، في الجو الحر ده بننزل الكركديه الصبح. طيب الناس اللي بتقول احنا بنشيل الاكل في الحر، انا ما بشيلش الاكل في الحر خالص، انا بسيب الاكل قدام الفراخ كده بالليل وبالنهار. طيب بنشيله امتى؟ احنا بنجوع الفراخ الصبح ساعتين مش اكتر من كده. يعني انا بحط الفراخ الساعة 7، الفراخ دي بتكون جعانة من الساعة 5 للساعة 7، تمام؟ يعني انا بالليل بحط لهم الساعة 1، تمام؟ بيفضل الاكل قدام منهم لحد الساعة 5، من 5 بكون عارفة بقى الكمية دي بتقضيهم لحد الساعة 5، فببدأ بقى ان انا اجوع من 5 ل7، تمام؟ بفطرهم الساعة 7 الصبح زي ما احنا متعودين. خلطة البصل، توم وبصل وليمون وبنجر. الايام دي ما تكتريش توم، فصين توم 2 مش اكتر من كده، وليمونية كبيرة وبصلاية متوسطة ونص بنجرايه. كتري بنجر، البنجر حلو جدا، وعايزه اقول لكم البنجر بيساعد في زياده الوزن. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه في زياده الوزن. والايام دي اهم حاجه النعناع، احنا عايزين نشتغل على التنفسي، تمام؟ وفي الحر ده طبعا انتوا عارفين الاجهاد الحراري ده ممكن يدمر معاكي دوره الفراخ كلها. فالاجهاد انتوا عارفين النعناع، نعناع وليمون، ممكن تعملي كده في الخلاط تجيبي 6 7 عيدان نعناع ومعاهم ليمونه اضربيهم مع بعض كويس، وهاتي ميه من الحنفيه وانزلي بقى بالمشروب ده للفراخ. ده حلو جدا للاجهاد الحراري. والكركديه طبعا حلو جدا، والقرنفل اغلي الكركديه كده لوحده وحطيه في ازازه ونزلي منه ساقع على ميه من الحنفيه للفراخ. ده حلو جدا للاجهاد الحراري. وطبعا الاجهاد الحراري ده ليه؟ عشان خاطر الفرخه ما بتعرفش تتنفس في الحر، فاحنا بنساعد الفرخه ان جسمها يكون يعني ايه، عنده مناعه من الحر. فاحنا بنساعد الفرخه بس ان هي ما تحسش بالحر. المشروبات دي بتخلي الفراخ ما تحسش بالحر، تمام؟ احنا النهارده عمر الفراخ 26 يوم، فخلاص يعني داخلين على المرحله اللي الفراخ بتكبر فيها، فلازم ان احنا في الحر ده كل يوم نعمل مشروبات للاجهاد الحراري والتنفسي، تمام؟ نخلي الفراخ كده ما تبقاش، يعني اعرفي لو في فرخه تفتح بقها كده وترفع راسها لفوق ده اجهاد حراري، لازم تنزلي للاجهاد الحراري، تمام؟ اي مشروب بقى تحطيه. طيب وممكن حاجه تانية، لو عندك دواء اولفنت، اولفنت حلو جدا، عايزه اقول لكم انا ما بستغناش عنه خالص طول الدوره. وطبعا الفيتامين، يعني نزلي فيتامين طول فتره الحر ده، تنزلي. يعني انا بنزل من 7 الصبح بنزل فيتامين 5 ساعات، بعد كده بنزل مشروب الكركديه 5 ساعات او 4 ساعات، بعد كده بنزل بنجر، تمام؟ كل دي المشروبات حلوة جدا للإجهاد الحراري، هتخلي الفرخة تقوم تاكل وتشرب. والناس اللي بتقول نشيل الأكل، أنا ما بشيلش الأكل خالص بالنهار، بسيب الأكل بالنهار لأن في فرخة
بتحب ان هي تاكل وفي فرخه بتحب ان هي ما تاكلش، فالاكل بيبقى محطوط قدام الفراخ. الفرخه اللي بتقوم تاكل بتاكل، والفرخه اللي هي شبعانه ما بتقومش تاكل. وقت الفرخه ما بتجوع هتقوم تاكل على طول. فانا ما بشيلش خالص، لان في ناس سالتني بيقولوا نشيل الاكل بالنهار. تمام، انا ما بشيلش الاكل بالنهار خالص. يعني انا مش اول مره ان انا بربي طبعا، يعني ليا اكتر من 5 سنين او 4 سنين. فانا عمري ما شلت الاكل بالنهار في الصيف، بسيب الاكل كده قدام منهم. تمام، اهم حاجه تجيبي نوع فرخ كويس يكون يعني يتحمل معاكي الحراره. في الصيف ده اهم حاجه ابعدي عن القب. القب ما بيستحملش الحراره خالص، بيستحمل السقعه بس ما بيستحملش الحر، فنبعد عن القب خالص. تعالوا بقى نوزن كده فرخه مع بعض ونشوف الاوزان معانا عامله ايه. تعالوا ننزل لهم بقى بالميه. النهارده هننزل بايه؟ فيتامين. الكيس ده عايزه اقول لكم سحر ما شاء الله. بنش، فوسفور اكتر، هضم افضل لتعويض نقص الاملاح المعدنيه، وفيتامينات عاليه التركيز. بنش الكيس ده يعني ما تستغنيش عنه خالص. عايزه اقول لكم ما شاء الله، اهم حاجه طبعا في الحر ده الفيتامين. تمام، مره بقى نعمل برتقال، مره نحط لهم فيتامينات كده من عند البيطري. تمام، وكده كده احنا بنوقف كل ده قبل ما نذبح الفراخ، يعني ب4 ايام او ب3 ايام. ما بنحطش بقى لا بنش ولا كوميت ولا اي حاجه من دي خالص. كوميت انا مصوره معاكم الفيديو اللي فات، فده بنش زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني حلو جدا جدا. هتاخدي منه قد ايه؟ نص معلقه على رتل ميه. تمام، بحطه كل يومين، يعني كل يومين كده بحط لهم سقايه، بس بنحطه في فتره الحر. تمام، هو عامه بيتحط في اي وقت، حتى في الشتاء بنحطه في اي وقت، لكن في الصيف احنا بنحطه وقت الحر، اللي هو الوقت من الساعة 11 لحد الساعة 4. تمام، ال5 ساعات دول. تمام، اهو بنش. لو عايزة تاخديه سكرين اهو من عند البيطري، تقريبا ب40 جنيه. الناس اللي هتسأل على سعره تقريبا ب40 جنيه. ناخد منه على كل رتل مية نص معلقة. تمام، الفيتامين يعني الفيتامينات بتاعته عالية التركيز. تمام، غير بقى اللي انت بتجيبيها اللي هي بالسنتي، اللي هي السايله دي عايزه اقول لكم مش حلوه خالص، لكن اللي هي بنش ده حلو جدا. يعني انا بعد تجربه، انا جربته مره واتنين وتلاته وبعد كده قلت اقول لكم عليه. تمام، يعني عن تجربه حلو جدا جدا. تعالوا بقى ننزل لهم الميه. هاخد من بنش على الريتل نص معلقه، على حسب بقى الفراخ بتاعتك ما بتشرب كميه قد ايه. هننزل لهم كده بالميه الاول، وبعد كده ناخد بقى فرختين كده ولا 3 نصورهم مع بعض. عايزه اقول لكم ان الفراخ معايا انا ما عطشتهاش، انا شلت الميه شطفت كده استقايه وغسلتها كويس، وبعد كده مليتها لهم ميه تاني. الفراخ اوعي تعطشيها بالنهار في الصيف. تربيه الصيف بتختلف تماما عن تربيه الشتاء. تمام، هنوزن بقى مع بعض ونشوف معانا الميزان عامل ايه النهارده. عمري 26 يوم. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين على عمري 26 يوم. كيلو 794، يعني كيلو 800 جرام ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى نوزن كمان فرخة ونشوف يعني الميزان زي بعضه ولا مثلا في تفاوت في الاوزان. تعالوا ناخد كمان فرخة نوزن. بسم الله بسم الله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي كده يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله. كيلو 794 جرام، يعني داخلة على كيلو 800 جرام. تعالوا كده نوزن كمان فرخة ونشوف الاوزان عاملة ايه معانا. كمان فرخة اهيت ما شاء الله، كيلو 800 جرام ما شاء الله. تعالوا بقى نوزن اضعف فرخة معانا.
بسم الله. دي اضعف فرخه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. كيلو 120 جرام، يعني ما شاء الله وزنها كويس، مش ضعيف ولا حاجه. باذن الله على ما نذبح هتوصل معانا مش اقل من 2 كيلو ونص. الاوزان زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. احنا بنتعب شويه، بس اهم حاجه في الاخر بتلاقي تعبك. تمام. اهم حاجه خلطه الصبح والمشروبات اللي احنا بنعملها طول النهار. الكركديه ده شيء اساسي. تمام. الليمون والنعناع ده اساسي طبعا. واهم حاجه طبعا العسل الاسود، عسل اسود وليمون. حطي يعني غيري بقى في المشروبات اللي احنا بنقول عليها. والبهارات انا عاملاها معاكم الفيديو اللي فات. وده كان فيديو النهارده. لو في اي حد عنده اي سؤال يسالني تحت في التعليقات وانا برد. وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.